نتكلم احنا ما ينفعش نتكلم. هو يلا هو يلا هو يلا السلام عليكم يا ابطال، على احلى جيش على يوتيوب كله. يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب. يا داش بالجيش على يوتيوب كله، جيش النمني اللي مال الدنيا كلها حرفيا. قربنا نوصل 300,000 اخ واخت، فاضل بالظبط 9,000 مشترك. لو انت بتتفرج دلوقتي ما عملتش اشتراك فانت مستني ايه؟ دوس دلوقتي على الاشتراك عشان في طريقنا 300,000 يا جدعان. اللي هيدوس اشتراك هديله 10 جنيه عشان هو المفروض هيجيب لي حاجه. كل واحد ايش؟ جرجس هيكسب 10 جنيه كل واحد. لا جرجس اللي هيكسب ايه؟ انا هديهم 10 جنيه وانت هتجيب لي اللي انت قلت عليه لما يتم 300,000. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي حرفيا بحضر. انا بقالي فتره المسابقه بتاعتنا كنا بنأجلها، لكل شويه كانت بتحصل معانا مشاكل وكل شويه باجل المسابقه، بس المره دي مفيش تأجيل مسابقه. انا عايز كل واحد يتفرج على الفيديو ده يكتب تحت في الكومنتات، يظبط حضوره في الكومنتات. ولو انت اول مره تشترك عندنا او اول مره واهم حاجه اللايكات والشير. دوس لايك للفيديو ده عشان نوصل الفيديو لكل الناس. مش عايز حد يكسل، وصلوا الفيديو ما ده. بيشيروش يا اسطى يا جماعه الناس في ناس ما بتشيرش الفتره الاخيره دي ليه؟ اعمل شير للفيديو، اعمل شير للفيديو، لان حرفيا الفيديو ده كل الناس شافت خالد اللي كان بيعمله معانا الفتره اللي فاتت دي. وخالد اتزنق طبعا احنا مسكناه وعملنا فيه حاجات عيب دارت حاله اغتصاب في يا الحرف. جدعان روقنا على خالد بس لا يعني روقنا عليه من الاخر. فالمهم دلوقتي بس اللي في دماغكم ما حصلش. ها كله كله. فبص بقى يا جماعه، ركزوا معايا في الكلام ده. احنا جبنا خالد في شقه الممنوعات، حرفيا شقه عندنا احنا شايلينها الوقت عوزه، شقه مخزن، فاحنا مخزنينه فيه تحت. هتاخدونا دلوقتي، هاخدكم دلوقتي واوريكم احنا عاملين ايه في خالد. حرفيا دلوقتي خالد بقاله فوق ال 24 ساعه متعلق كده اهو. ده اول حاجه بنعلمه الادب. طبعا انا يا جماعه ما رضيتش اخده الاسم واخده واحبسه، لان حرفيا يا جدعان مهما عمل برضه في حته هنا موداني في داهيه. فحرفيا قلت احنا ما نربيه. الحته دي انا هبوظها لك. انا قلت ان احنا نربيه بايدينا، كان حرام صاحبنا احنا ممكن ما نشوفوش تاني خالص. احنا مش عايزين يا نشوف. جماعه في حد هيساعدنا في الفيديو ده، المفروض ان هو هيقوم بدور ظابط. طبعا هو متفق معانا، انا بحاول ان انا افهمكم. هو هيعمل ان هو ظابط عشان خاطر يعني كان هو خالد دلوقتي. هو خالد دلوقتي يا جدعان فاكر ان هو في الاسم. فافهمكم حاجه، خالد دلوقتي مقتنع ان هو في اسم. ما هو احنا مغمى عينيه من امبارح. مغمى عينيه ومربوط كده اهو في السقف ومتعذب تعذيب ابن حرام. انت متخيل واقف على رجلك 24 ساعه؟ يعني هو نايم وهو واقف عشان بس يتعلم الادب اللي كان بيعمله فينا. فيا جماعه دلوقتي هوريكم حد كان شغال مع ناس بلطجيه وطلع قبل كده عندنا من فتره بعيده. بس هو دلوقتي اتفاجئنا بمكالمته ليا من كام يوم، وانا كلمته النهارده. اذا بقى معاك ما تزعلش مني واعتبرني زي اخوك، واحنا طبعا قلبنا ابيض وانا مسامحك، مش زعلان منك. انا مش زعلان منك يعني. انا يا جدعان الراجل ده اخويا، والمشاكل اللي حصلت زمان كلها احنا بنصلحها دلوقتي وبنعدلها، وانا من النهارده ابقى معاه وهو اخ ليا. فيا جماعه انا مش زعلان منه في اي حاجه. والراجل ده والله يا جدعان حد جدع. هو كلمنا من كذا يوم بس احنا ما عرفناش ان احنا نقابله بسبب المشاكل اللي كانت معانا. بس انا دلوقتي جه في دماغي حاجه، قلت له طب انا عايزك تقف معايا في حاجه. قال لي هي؟ قلت له هتعمل انك انت ظابط، وطبعا هو شكله ظابط بدقنه كده اهو. بص وانا دلوقتي هساعده لحد ما نشوف خالد ده اوله ايه واخره ايه وعمل ايه، وهساعده وهقف جنبه في كل حاجه بعد كده. يا جماعه دلوقتي انا بقول لك ايه، هندشمل خالد، نرمي خالد هو من في الاسم دلوقتي. هنرمي خالد من هنا. انا خايف ولا ايه؟ انا خايف بصراحه. الدور الكام ده؟ انا خايف ابص. ماسك الكاميرا وخايف. يلا جمد قلبك، انا مش عايزك تخاف. بخاف من المرتفعات، بخاف من المرتفعات. لايك للفيديو ده عشان حرفيا ده فيديو الانتقام. مش عايزين نفرح فينا الناس اللي تبع خالد، حرفيا هنعرف مين الناس دي وهنجيبها برضه، وهنرمي خالد من الحته العاليه دي. بس واحده واحده. تعالى دلوقتي ننزل. المفروض ده ان هو هيعمل دور ظابط عشان نعرف خالد بيعمل ايه وعمل ايه. يتخن صوته بس شويه وعيش بقى مع خالد. انت ظابط يا ابن الكلب، احترف احترف. لا لا اعمل لايك لو انت ما عملتش لايك لحد دلوقتي. وصلوا 20,000 30,000. ناس طالعه. يلا كوتش ابو 200 جنيه يا جدعان، والتيشيرت ابو 150. جاهز؟ عايزك تمسكه في الطاشه.
عشان مش عايزينه يحس مش هنتكلم احنا ما ينفعش نتكلم. هو ده يا باشا اللي عمل كل حاجه. فوق يلا فوق ولا فوق يلا ولا فوق كده. رد على الباشا. فوق يلا رد على الباشا ولا رد على الباشا. ولا على الباشا ولا عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف كل حاجه انت عملتها. كلم. كل حاجه تعرفني دلوقتي. عمري ما هعترف همشيك. مشيني؟ اعترف وانا همشيك. استنى كده. كل حاجه عملتها. قول لي على كل كلام عملتها. عملت ايه؟ عملت كل حاجه. ايه؟ عملت ايه؟ قتلت مين؟ قتلت مين؟ عايزين نعرف قتلت مين؟ مش انا دلوقتي. مين اللي بيت؟ السفاح. مين السفاح ده اسمه ايه؟ فين مكان السفاح ده يالا؟ مكانه فين يا؟ مش انا اللي بعمل. الناس اللي شغاله تحت هي اللي بتعمل. وكمان مش هو اللي بيسمع. اساميهم ايه؟ عايزين نعرف اسامي. ايوه يعني هم فين يعني دلوقتي؟ فين مكان السفاح ده؟ انا اللي بعمل. مين اللي ساندك طيب؟ مين اللي ساندك؟ هو مين؟ مين غير السفاح هو اللي ساندك؟ مين اللي موقفك على عينك؟ هو كل في الكل؟ هو كل في اسمه ايه؟ مكانه فين؟ امال بتروح له فين وبتقابله ازاي؟ مش انا اللي بعمل. ازاي يعني؟ عمرك ما شفته؟ رد على الباشا ولا قلت لك بعمله من بعيد. رد على الباشا ولا بس سيبه بالراحه بالراحه بالراحه. نعرف كل حاجه. يعني قلت الادب يا باشا نعرف كل حاجه وهنمشي كل حاجه. ها قلت لك ان انا بعمل من بعيد. مين اللي يعرفه؟ طب عايزين نوصل. مفيش حد يعرفه غير الناس اللي شغاله تحت كده بس. ايوه مين بقى اللي مفيش تحت حد دول؟ يخش له بره غير الناس اللي هو واثق فيها. بقول رد على الباشا. رد على الباشا. بس سيبه خلاص. يا باشا العيل ده يا باشا ما بيجيش بالذوق يا باشا. سيبه بس عشان يتكلم. العيل ده يا باشا لازم تتعلق يا باشا عشان يرد يا باشا. خش العلاقه يا باشا. سيبه عشان يتكلم. لا اوعى تعمل كده. بص كده بقول له خلاص بص اوعى تعمل كده. هي حبسه وخلاص وعندكم استعداد اللي تعملوه. لا هي مش حبس احنا هنمشيك بس انت قول. انت ما انا بتكلم معاه. قول الحقيقه. ما تقلش ادبك بقى ولا انت ولا الراجل التاني ده. خلاص سيبه. يا باشا العيل ده يا باشا ما بيجيش. خلاص سيبه هو هيتكلم خلاص. لا بعدين مين غيرك يعرف السفاح؟ وقتها يوسف. يوسف مين؟ نني؟ يوسف مني. ومين تاني؟ وديفيد. وجرجس؟ يعرفوه منين هم طيب؟ ايوه يعرفوه منين؟ بيقابلوه؟ واحنا ايه اللي بقى خلينا نصدق الكلام بتاعك ده يالا؟ ادينا دليل واحد نصدق الكلام بتاعك ده يالا. ايه رايك في الكلام ده يا باشا؟ انا مش مقتنع بصراحه بالكلام ده. جيبهم صغار. يا باشا الواد ده بيعمل كده عشان يدلع نفسه. مش هيطلع لو ما اتكلمش. الواد ده لو ما اتكلمش مش هيطلع من هنا. هيموت وهيتدفن هنا. صدق الحكم عليك بالاعدام. هتتعدم. هتموت. اعلى يا مجنون. رد على الباشا يالا. رد على الباشا يالا. رد على الباشا يالا. تعمل ايه؟ ازاي يعني؟
ازاي؟ خلاص يا باشا هو يعترف يا باشا خلاص. بص بيبص لي ازاي؟ ايه؟ رد على الباشا عدل. طريقتك مش حلوه مع الباشا. بس خلاص. رد عليكم اقول لكم ايه طيب اكتر من كده؟ انت كنت غني، فين الفلوس اللي كانت معاك والعربيات والاملاك فين؟ كل ده راح فين؟ راحت فين؟ مين خدها منك؟ خدوا منك ليه؟ مش هو السبب في اللي انت فيه ولا بيديك الفلوس دي كلها؟ هو بقى بص مش مديها دلوقتي عشان انا كده عليا فاهم؟ انا عليا الترويزه على الكل. يعني ايه بترز على كل بترز على مين بقى؟ على الكل بقى مين لازم الكل؟ افتح بقى الحوار ده عشان انا كده ايه؟ في حد لسه محبوس ودينا هو عادي بقى ومفيش حد سأل. الصفاح ده ما حاولش يساعدك يخرجك ليه؟ ما ترد يا ليه؟ مش انت راجل اللي رجالته المفروض يخرجك ما خرجكش ليه؟ مين زمايلك؟ وانت العيال دي بتحبها يعني؟ انت عايز تموتهم كلهم. وانا اشتغلت مع لاجل الناس دي. اشتغلت معاه ازاي لاجل الناس دي؟ لاجل الناس دي ما تتموتش ولا تتخطف. يعني انت بتساعده لاجل الناس دي ما تموتش؟ طب وهيموتهم ليه؟ هو بعد كده هو كان نيته اللي هو اصلا مشغل الحوار ده كله من بدري قوي، وبعد ما سافرت ورجعت هو اللي خلاني ارجع تاني لاجل الناس دي. كانت هتموت من بعد ما عرفوا يعني هو عرف اللي فيه مات. فاهم؟ لما عرف فيه مات والجو ده كله وانا لما رجعت وحقيقته قال لي انت هتشتغل معايا هتديله من زمايلك. قلت له لا مش هديله من زمايلي انا شغال. ايوه يعني انت دلوقتي انت بتحور عليهم. مين بقى اللي بيخليك تعمل كده؟ يعني عرفني. هو السمين ده السفاح ده ايه؟ راجل كبير ولا بيعمل ايه السفاح ده؟ ثواني هو مش راجل يقول انه عمره ما شاف ولا قبله اصلا. انت ايه هتكذب من اولها؟ ولا حاجه. ولا يوسف يعرفه ولا جيل يعرفه ولا يلبس يعرفه. انت قلت ان هم يعرفوه ليه وبيقابلوه ليه؟ حاولت على الحوار ده. ايوه ليه بقى؟ الغرض من الحوار ده ايه؟ بص اتكلم وما تخافش. لا هتمشي منين لو كلمت؟ بس قول الحقيقه. خلينا بالحقيقه. لو قلت بقى الحقيقه وتخرجني اقسمت لك بالله تقول الحقيقه هتخرج من هنا وانا اقول لك وهتمشي. وانا اقول لك كل حاجه. انا اشتغلت مع الراجل ده لما اصحابي قلبوا عليا. هم قلبوا عليك اكيد ما يعرفوش ان انت قبلهم. ايوه يعني هم قلبوا عليك ليه برضه؟ هم ما يعرفوش ان انا اصلا شغال معاهم قبلهم وهم ما يفوزوش. وهم برضك عنده معايا قلت لهم يا جماعه اشتغلوا معايا عشان الراجل ده صعب، وقعدت اتحايل عليهم واديهم الفلوس اللي هم عايزينها وعرضت عليهم كل واحد في الشهر بتاعه اديله 4 مليون جنيه. عرضت عليهم كام؟ 4 مليون جنيه. ورفضوا؟ لا هم وافقوا. بعد كده خدوني بعد كده ايوه يعني هم دلوقتي اشتغلوا معاك؟ فيش غير يوسف اللي عمل معايا الاثنين واحده وبعد كده قلب عليا. قلب عليك ليه؟ عمل معاك ايه؟ عمل معايا ايه؟ وجاب لي جرجس مرة واحدة استغربت وقلت له انت معايا. قلت له انا مش مسألة انت اقتنعت ازاي دي؟ دي اللي جيت خانق معايا قبل يوسف. سبحان الله عملت ازاي؟ يوسف واقف على العقل اللي انا قلت عليه. مرة واحدة لقيت ان انا خليت الراجل يقول احنا ماشيين ولا اي حاجة. كنت قلت له قالوا لي اه. مرة واحدة قالوا لي انا في المكان ده قلت له انا معاك في البتاع. أخذت وعليتك بعد كده السلاح رفع عليا معرفش ايه. مين رفع عليك السلاح؟ هما اللي ضربوا لي. صحابك اللي جابوني. هم اللي جابوك هنا؟ انت عرفت ليه ان هم اللي جابوك هنا؟ هما اللي ضربوني. هما خلصت يعني هم جابوك هنا ضربوك جابوك هنا هم اللي مسلمينك يعني. بعدين في الكلام ده بعدين يا باشا دلوقتي عارف معلومات مش عايز يقولها علينا. اعترف يالا عدل يالا. خلاص هو بيتكلم وبيقول يا باشا الواد ده يتعدم يا باشا. انت واقف هنا تتعدم دلوقتي يالا. انا وعدت ان هو يمشي من هنا. ايه اصحابه اللي جابوه اصحاب اللي عملوه الواد ده بيحور. خلاص شيل ايدك هو هيتكلم عن كل حاجه. مين اللي جابني هنا يا باشا؟ قول لي مين اللي جابني هنا؟ هم جابوك هنا قالوا انك انت وراك مصاري. مين هم بقى؟ هم جابوك هنا اصحابك. مين هم؟ ما اعرفهمش اصحابك اللي جابوك. هم اصحابي اللي قالوا عليهم اللي جم سلموني. بيقولوا انك انت وراك مصايب. والله بس انا بقول لك على المصايب. بس ايه موضوع تجاره الاعضاء ده؟ وهو السفاح هو اللي ماشي في الموضوع ده. مين السفاح ده يا؟
يا عم ملوش اسم يا عم، معرفش اسمه هو ايه يا باشا الواد ده بيحور يا باشا. لا ممكن ما يبقاش عارف اسمه حقيقي. يا عم الناس دي ما بتتعاملش باساميها الحقيقيه. يا جماعه انتوا بتتعاملوا مع ناس قصدي يخطف ناس بياخد اعضائهم. ومن بره مصر ومن جوه مصر في ناس كتير قوي يا اسطى. مين المسؤول عن الكلام ده غيره؟ يعني هو بيعمل كده لاجل مين؟ بياخد اعضاء ده بيديها لمين؟ مين بيتعاون معاه في الحوار ده كله؟ يا جماعه مامي من بره من امريكا. من امريكا؟ وما سافرت امريكا رزقني عشان كده رجعت. طب ما انت رجعت هتخلصها هنا؟ انا اترزقت هنا لاجل اصحابي. طب اقول لك على ما حاجه، رزقتش لاجل نفسي. انت عايز تمشي بالدنيا، احنا هنمشيك وهنطلعك نعمل معاك كل حاجه بس بشرط تحاول ان انت تسلمنا السفاح. فين بقى مكان السفاح ده؟ بس بالرأي. استنى يا باشا. يا باشا العيال دي ما بتجيش بالذوق. فين يا مكان السفاح يا؟ رد يا، فين مكان السفاح؟ انا لو اعرف كنت رحت له. يعني ايه كنت رحت له يا؟ ايوه يا عم كنت رحت له بس. يعني انت مش السفاح ده شغال معاك ويجيب لك بني ادمين؟ شغال معايا انا اللي شغال معاه. انا اللي شغال عنده يعتبر. شغال عنده؟ ده مرمطوه. يبقى يتعدم. ده يقول لي اعمل كذا بقى هو اعمل كذا. يسلمنا يبقى السفاح. يتعدم يا باشا ويترمي من فوق يا باشا. يسلمنا السفاح بس نازلينك كده. ايه رايك في الحوار ده؟ هتسلمونا ازاي؟ اول لما تسلمنا السفاح احنا ممكن نخرجك بره البلد خالص، مفيش حد يعرف يلبسك لبس. لا انا مش هخرج بره البلد. هنحميك. هنبقى في ظهرك وهنحميك. انا سلام. ماشي. ايوه هيسلمونا ازاي يعني؟ اتفق بقى تاني هو زمايلي اللي هو يوسف وجرجس. ازاي ده كداب يقعدوا وهم اللي جايبينك هنا؟ وهم بقى لو فهموا الموضوع ده هيقفوا معايا. عشان خاطر السفاح يتمسك. عشان انتوا عايزين السفاح يتمسك لازم آه. هم يقفوا معايا. لازم يسندوك. مش لازم يسندوني، لازم يعرف اللي دول معايا عشان ما يظلموش. طب انت هتكلم صحابك دول ازاي؟ مش عارف. مش هيقتنعوا ان انا برضك عملت كده لقبلهم. احنا ممكن نساعدك في موضوع اللي تكلم صحابك. انت قادر يا باشا مش عارف. عشان خاطر نمسك السفاح، احنا عايزين نهدي عليك، هو عمال يهدي على هو المشاريع. هيقتنعوا ان انا عملت كده لقبلهم. هم مش مصدقين. لا لما تيجي مع عند الحكومه هيقتنعوا، هيصدقوا. اللي انت شايفه يا باشا. بس انا شايف ان الواد ده كداب. لا الواد ده مش كداب، الواد ده هيسلمنا السفاح، الواد ده راجل واد كبير. نديله قرصة ودن يا باشا. لا اصل ان هتيجي لو ما عملش اللي احنا عايزينه يعمله. 8 دقايق وتلت. خد يا باشا اقول لك كلمتين مش عارف. فكر في الموضوع على الباشا. فكر على الباشا اهو. بص بقى يا جماعه انا عايز اعمل حاجه جايه في دماغي دلوقتي وجايه في دماغي ان انا اعملها. يا ريتني كنت صورت ده لايف. لا ميه وننزله انا فيه. فوق لمحت حته عاليه. تعالى نطلع نرميه منها. يلا ازاي؟ هنرميه. انت عايز تموته؟ لا مش هيموت يالا، دي حته كده يعني. بصوا قرصه ودن. على الرمله. الفيديو ده يوصل هنرميه على الرملة. يوصل 30,000 لايك في اول يوم يا ابطال. بشمله الفيديو ده هناخد نطلعه فوق ونفتح الكاميرا. شفت الحته العاليه من فوق بتاعت الاسانسير. هنرميه منها على الرمله. الحته اللي احنا شفناها دي من فوق. ايوه طلعها بسلم. هنرمي منها على الرمله كاننا رمينا من الدور ال 11. اسمع مني انا. انت قول انت شكلك كده مش عايز تعترف. ليه قرصه ودن؟ طب بعد ما هينزل مش هيحصل له حاجه. يا باشا هنهزر معاه ونلعب معاه. اقول له دي قرصه ودن كده حته صغيره. لكن بقول لك احنا نرميه من فوق من الدور ال 11. نرميه نموته. بس يلا احنا مش عايزين نموته، احنا محتاجينه معانا. ماشي كل ده قرصه ودن كده. انت الدور بجد ولا ايه؟ صورة بجد ولا ايه في ايه؟ قرصه ودن. طب وليه؟ مش هيحصل له حاجه، هيقول لنا احنا بنلعب معاه في الشارع. اقول له دي حته كده صغيره من منها عشان يثبت لك ان انا ممكن اموت. ماشي. تعالى قافل الكاميرا لحد ما نطلعه فوق.
تقفلش حاجه. يلا ورايا. يلا يا باشا. انت نمت يا روح امك. يلا نمت. يلا يا باشا زي ما قلت لك يا باشا، الواد ده لازم يترمي من فوق. فك لي الواد ده. يلا يا باشا. يلا طلعوا لي على فوق الواد ده. ماشي ماشي، انا هبيتكم على كل حاجه. اطلع يلا على فوق ما تتكلمش. طلعه واطلع حط رجلك هنا واطلع. اطلع يلا واسكت يلا. يلا يلا اطلع يلا. يا باشا يا باشا اعمل فيها يا باشا. نزلوني لما اطلع له. نزل يا اوعى يا باشا. حط يلا حط يلا. يلا خدوا مع الحجز. يلا يلا